بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بكم وحلقة جديدة ولقاء جديد على قناة أخيكم الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري، ودي حلقة من سلسلة اعرف دواءك أو قائمة تشغيل اعرف دواءك. هنتكلم فيها عن 4 حالات مهم جدا، او الحالات المهمه جدا دول يعني اشهر او يعني 4 أو 5 حالات ما تاخدش فيهم الاوميجا 3 او حبوب زيت السمك ايا كان الاسم التجاري بتاعها. دي الاوميجا 3 ده بتاعت شركه سيدوك، وانا جايبه على سبيل المثال. فنبدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. من المعروف ان الاوميجا 3 ايا كان الشركه بتاعتها او تركيزها بتستخدم في اهداف يعني طبيه كثيره وعلاج حالات كثيره والوقايه من امراض كثيره، ولكن في 4 حالات ما ينفعش ناخد فيهم الاوميجا 3، وهنقول كل حاله ليه ما ينفعش ناخدها. اول حاله، لو حد بياخد ادويه ضغط ما ينفعش ياخد الاوميجا 3، خاصه في نفس الوقت بتاع حبايه الضغط، لان من طبيعه الاوميجا 3 انها بتنزل وبتوطي الضغط. تمام. تاني حاله، حاله تناول ادويه تكسير الدهون. يعني لو حد عنده سمنه وبيتناول ادويه تكسير الدهون زي الاورلي والاورليستات باسمائها طبعا التجاريه المختلفه، والشيتوكال اللي هو المقطع بتاعه اخره سليم، ما ينفعش يتاخد معاها اليوني سليم والكوك سليم والحاجات دي ما ينفعش ناخدها، لان الاوميجا 3 بطبيعتها احماض دهنيه، فبالتالي بيتم تكسيرها ايضا والجسم ما بيستفيدش بيها. يبقى على الاقل لو ضروري الاستخدام اخدها مثلا بعد 2 ساعتين او بعد 3 ساعات من تناول الحبايه، او يفضل ان انا ما اخدهاش لو في فرصه ان انا ما اخدهاش والطبيب يعني نصح بكده يعني. تمام. ايضا الحاله الثالثه مع الاسبرين وادويه السيوله، لان الاوميجا 3 بتزود الموضوع ده. تمام. رقم 4، تناول موانع الحمل. لو واحده بتاخد موانع حمل ما ينفعش تاخد الاوميجا 3 في الفتره دي، لان الاوميجا 3 اصلا بطبيعتها بتزود فرص الحمل، فبالتالي ممكن تأثر على ادويه او اقراص موانع الحمل. وكمان برضو اثناء الحمل ما ينفعش تتاخد، لان الاوميجا 3 بتحتوي على فيتامين الف، وفيتامين الف ده طبعا مضر جدا للحمل وللجنين وبيسبب بعض التشوهات. ودي كانت اشهر واهم الحالات اللي ما ينفعش ناخد فيها الاوميجا 3. لو انت استفدت بالفيديو يا ريت تشيره ويا ريت تشترك في القناة، دعمكم هيفيد بانتشار معلومات هامة. وبرضو بحب اوضح كم المعلومات اللي مع كل دواء ده بيستوجب ان حضرتك لما تيجي تصرف الروشتة لازم تتأكد ان الادوية مش هي اللي في الروشتة التأكد العام بتاع الناس، ولكن تتأكد انها هي مناسبة ليك ولصحتك وللتاريخ المرضي بتاعك وللأدوية التانية اللي بتاخدها. تحياتي لكم، دكتور صيدلي وخبير الأعشاب يوسف الأنصاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.